اهلا بيكم في فيديو جديد ومعلومه زراعيه جديده. النهارده هنتكلم عن ذبابه الفاكهه وهنشرح مع بعض تعريفها والاضرار اللي بتسببها وطرق المكافحه باستخدام اهم المواد الفعاله. واحد، ايه هي ذبابه الفاكهه؟ ذبابه الفاكهه هي حشره صغيره بتهاجم الفواكه والخضروات وخصوصا الفاكهه اللي بتبقى طريه زي الخوخ والمشمش. الحشرات دي بتحط بيضها جوه الفاكهه واليرقات اللي بتطلع من البيض بتتغذى على الفاكهه من جواها، وده بيبوظ المحصول ويخليه غير صالح للبيع او الاكل. اتنين، الاضرار الناتجه عن ذبابه الفاكهه. ذبابه الفاكهه بتسبب خسائر كبيره للمحاصيل الزراعيه، وده لانها بتخلي الفاكهه تعفن من جوه وتفقد قيمتها الاقتصاديه. المزارعين ممكن يخسروا جزء كبير من محاصيلهم بسبب اليرقات اللي بتتغذى على الفاكهه، بالاضافه للاضرار اللي بتؤدي لزياده تكلفه المكافحه والنقل وبتاثر على الانتاجيه العامه. 3، ازاي نكافح ذبابه الفاكهه؟ اول حاجه عن طريق المصايد الغذائيه، دي بتجذب الذبابه عن طريق روائح بتشبه ريحه الفاكهه وبتقتلها. الزيوت المعدنيه والمبيدات الحيويه، دي حاجات بنستخدمها لرش المحاصيل وبتشتغل على قتل البيض واليرقات قبل ما تقدر تتغذى على الفاكهه. وكمان التخلص من الثمار، اي فاكهه متعفنه او عليها علامات اصابه لازم نشيلها عشان ما تعديش باقي المحصول. 4، اهم المواد الفعاله في مكافحه ذبابه الفاكهه. في مواد كتير فعاله في مكافحه ذبابه الفاكهه ومن اهمها سيموكسام 25%، بس لازم استخدامه يكون بحذر وتحت اشراف مهندس زراعي. 2، لمبادا سي هالوسرين، سواء كانت 2.5% أو 5% أو 10%، مبيد فعال جدا ضد ذبابة الفاكهة وبيتم استخدامه بشكل واسع. 3، البيتا سيلفوسري، سواء 10% أو 12.5%، مادة فعالة جدا في قتل ذبابة الفاكهة وبتشتغل على السيطرة على الحشرات في مراحل مختلفة من حياتها. وفي النهاية لو عندكم أي استفسار أو حابين تعرفوا أكتر عن المبيدات أو المواد الفعالة اللي اتكلمنا عنها، تقدروا تتواصلوا معنا مباشر على الأرقام اللي قدام حضراتكم دي. وشكرا ليكم ونشوفكم في فيديو جديد مع معلومة زراعية جديدة.